اهلا بيكم، واخيرا الاعلان التكميلي لشقق العبور الجديده. طبعا احنا طلعنا واتكلمنا على شقق العبور الجديده، وكانت شقق مميزه واسعار مميزه بالنسبه لهذه المنطقه، وبالنسبه يا جماعه لسعر المتر في الوحده اللي كان بيقارب شويه من شقق الاسكان الاجتماعي. ابتدت الناس تقدم، واعداد كبيره جدا قدمت، ولكن كان يوم الحجز بتاعها كان فيه قيل وقال، والموقع وقع والموقع ما وقعش، وناس كتير فعلا جدا كانت من اللي مقدمه ما عرفتش انها تقدر تحجز. عايز اقول لكم ان بنك التعمير والاسكان قرر ان هو يعمل اعلان تكميلي، والاعلان ده هيكون من اول يوم 3/3/2024، يوم الاحد 3/3/2024. مهم جدا كل الناس تتابعنا الفتره دي، لان احنا هنقول لك على ميعاد وكل الشروط المطلوبه والحاجات المطلوبه منك من هنا لغايه اجراء القرعه العلنيه وتحديد الناس الفائزين. خلي بالك ان هم هيطرحوا 839 قطعه، يعني مش طارحين بالالوفات، لا، طارحين 839 قطعه من المساحات اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها، بتتراوح من 57 متر حتى 93 متر في المنطقتين اللي هم العبور الجديده واسيوط الجديد. خلينا نعرف كده ونتاكد مع بعض عشان الكلام بتاعي ده يبقى كلام واضح وكلام يعني مركز للناس كلها. الكلام ده يا جماعه، القرعه العلنيه دي ما فيهاش قيل وقال. واحد هيقول لي يعني هم هيقعدوا ينقوا 800 رقم؟ ايوه، بيبقى المكان ده فيه مكان واسع جدا ومكان مكشوف لكل الناس المتقدمه، فبيبقى بالتالي ان بيدخل طفل صغير في الصندوق، وبيقدر ان الطفل ده هو اللي يختار الارقام، وبتتم العمليه بشكل سريع لغايه لما يختاروا ال 800 رقم ال 839. فما فيش اي قيل وقال، وعايز كل الناس اللي هي كانت مقدمه في العبور الجديده تتابعنا الايام القادمه عشان ننقل لها كل التفاصيل وكل الشروط ومكان اجراء القرعه وموعد اجراء القرعه، لان يوم 3/3 ده هتنزل الشروط وهتنزل الحاجات وكل المعلومات هتنزل على موقع البنك. خليني انا انقل لكم الصوره، واللي عايز يروح موقع البنك يروح موقع البنك، مفيش اي مشكله. بس اللي عايز يتابعني ويعرف كل التفاصيل يتابعني الفتره اللي جايه دي، وان شاء الله يا جماعه نجيب لكم كل التفاصيل بكل الاليات الخاصه بالفتره القادمه، من اول لما انت تحضر القرعه الى حتى تستلم شقتك. ان شاء الله كل اللي محتاج شقه يقدر ياخد شقه، وان شاء الله نجيب لكم كل المعلومات الاخرى الخاصه بباقي انواع فئات الاسكان. عندنا لسه اسكان اجتماعي، عندنا اسكان متوسط، عندنا جميع انواع الاسكان، شقق الايجار. خلينا نتابع مع بعض كل المشروعات دي، وان شاء الله كل اللي يقدر ياخد شقه في ظل هذه الارتفاعات الكبيره جدا في الاسعار الشقق السكنيه خارج اطار الدوله، نتابع مع بعض، وان شاء الله نجيب لكم كل خير. اشوفكم على خير، شكرا لكم ولكم.